مع أغلى وأعظم هدية من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر سهل يسير من قاله مرة واحدة غفرت ذنوبه كلها. وقبل أن نتعرف على هذا الذكر، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أمته، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه وحذرنا منه. ومن هذا الخير الذي أمرنا به الحبيب صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه ذكر عظيم من قاله في يوم أو في ليلة أو مرة في الشهر ثم مات غفر له ذنبه، ومن غفر له ذنبه فهو من أهل الجنة. هذا الذكر ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعقدهن 5 بأصابعه، من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه، أي تغفر له ذنوبه كلها ما عدا المظالم التي تتعلق بحقوق الناس، فهذه لا بد أن تتحلل منها وأن ترد الحقوق إلى أصحابها. فعليكم بهذا الذكر وذكروا به غيركم، واعلموا أن الدال على الخير كفاعله.